بعد ما شلت منها البط زي ما احنا شايفين المية بقت عاملة ازاي، لونها بقى عامل ازاي، شدت كل حاجة كانت في قلب البط. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، اهلا بيكم مطبخ ام شريف. زي ما انتم شايفين كده انا منضفه بط اهوت. بس عايزه اقول لكم على حاجه، بعد ما بتنضفوا البط بيبقى من اكتر الحاجه اللي بتبقى زفره. فاحنا عايزين نعمل حاجه، سواء بط سواء فراخ، اي حاجه عندك هتقضي على الزفاره ان شاء الله. معلقه واحده بس، اهم حاجه تكوني غسل الحاجه بتاعتك كويس قوي. دلوقتي انا غسلت البط زي ما احنا شايفينه، وجبت شويه دقيق. انا لسه كنت بدعكه اهوت من جوه كده بشويه دقيق اهو، من هنا ومن هنا اهوت. زي ما انتم شايفين كل بطنه كده فيها دقيق. ضروري جدا معلقه الدقيق ديت في كل بطايه، وبعد كده ندعكها. هشطفهم دلوقتي تحت الحنفيه، وهنرجع اقول لكم على المعلقه بتاعتي اللي انا هحطها بقى من غير لا خل ولا ليمون. حابه تغسلي تشطفي دول بخل وليمون، وبعد كده تعملي الحاجه اللي انا هقولك عليها، مفيش مشاكل طبعا، يبقى احسن. دلوقتي هشطفهم تحت الحنفيه وارجع لكم. دلوقتي انا هجيب معلقه من الجنزبيل اهو، هرشه كده في الميه وهحاول ادعك بيه الفراخ. بصوا اهو، قصدي البط او الفراخ، اي حاجه عندكم. بصوا اهو، وهسيبهم كده منقوعين شويه، هيشيل منهم اي ريحه زفاره. بصوا هسيبهم منقوعين كده حوالي نص ساعه ولا حاجه، وهرجع اشطفهم برضه. ده شكل الميه طبعا بعد ما شلت منها البط. زي ما احنا شايفين الميه بقت عامله ازاي، لونها بقى عامل ازاي، شدت كل حاجه كانت في قلب البط بتاعي. وعشان كده ريحته بقت حلوه جدا، ما بقاش زفر ولا اي حاجه. وريحه الجنزبيل كمان بتبقى حلوه مع اللحوم، سواء لحوم او طيور. اي حاجه مثلا بنحط لها تتبيله، فالجنزبيل بيبقى شغال معاها كويس قوي، فمش هتغير خالص من الطعم، بالعكس ده هي بتديله طعم حلو. وكمان طلعت كل الدم اللي هو في الاحشاء والحاجات اللي بتطلع زفاره. زي ما انتم شايفين الميه بتاعتي بقى لونها عامل ازاي. طبعا انا هاخدهم دلوقتي اشطفهم كويس قوي مره واتنين، وارجع تاني اوريهولكم. وادي البط بتاعنا انا شطفته اهوت بعد ما نقعته بمعلقه الجنزبيل. عايزه اقول لكم ريحه الزفاره انتهت تماما. انا ما عملتوش لا بليمون ولا بخل، هو مش محتاج. ما شاء الله البطايه بقت نظيفه، والميه بتاعتها كمان لما شطفتها طلعت كل اي دم اي ريحه اي حاجه، بصراحه حلوه جدا. لو انت بقى حابه تنقعيها تاني بخل وتنقعيها بليمون مفيش مشكله. ممكن تنقعيها بشويه ميه وعليهم تاني معلقه ملح ومعلقه سكر، وتسيبيها برضو بتجيب كل اللي فيها. يعني حابه تعملي خل وليمون، حابه تعملي الجنزبيل، بس الجنزبيل هيغنيكي عن حاجات كتير. حابه تعملي برضو معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره كمان من السكر، صدقوني بتقضي على الزفاره. بس بالنسبه لي الجنزبيل هو يعني احلى حاجه، كده كده ما فيهوش، مش هيغير من الطعم ولا حاجه، وفي نفس الوقت بيخلي اللحم بتاعه على لونه والبط بتاعه على لونه، ما بيحصلوش اي حاجه. طبعا لو انتوا عايزين طريقه التنظيف ان شاء الله هبقى هنزل الفيديو بتاع طريقه التنظيف بتاع البط ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو. زي ما قلت لكم هو جاهز كده، تقدروا تطبخيه على طول، مش محتاج حاجه. تنسوش بقى لايك الفيديو، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.